خلاص كده البيتزا خلصت معانا. عملنا النهارده نوعين من البيتزا، الاتنين بالبطاطس. واحد عملناه بالبطاطس المبشوره على الطاسه، والتاني عملناه بالبطاطس المهروسه في الفرن. مفيش اسهل من كده ولا اروع من كده ولا اطعم من كده، سهله جدا وسريعه جدا، والاهم من ده كله طعمها فظيع. نعمل بقى دلوقتي صلصه البيتزا. نضيف معلقتين كبار زيت. اول الزيت ما يسخن كده انزل عليه فصين توم مفرومين. اول ما غير لون كده نضيف عليه بقى طماطميتين مبشورين، ومعلقتين كبار كاتشب، ومعلقه كبيره صلصه. نضيف بقى عليها دلوقتي التوابل. انتوا عارفين انا بحب اضيف التوابل في الاخر خالص عشان ريحتها تفضل حلوه كده في الطبخه. ملح وفلفل، ونص معلقه صغيره زعتر ناشف، ونص معلقه صغيره سكر. انا سبتها يا دوبك 3 دقايق على النار بس. اول ما غليت قمت طافيه عليها. نسيبها ده بقى تبرد خالص وبعدين نحطها على البيتزا. بصوا اول نوع بيتزا هنعمله اللي هو بالبطاطس المهروسه. ده نص كيلو بطاطس مسلوقه وهنهرسها. يا ريت نهرسها بس واحنا لسه سلقينها عشان بتبقى لسه سخنه. نضيف عليه فص ثوم وملح وفلفل، ونضيف عليه كمان معلقه كبيره زبده، ونضيف عليها كمان معلقتين كبار لبن. بصوا دي صينيه بتاعت التشيز كيك اللي هي اللي بتتفتح. لو الصينيه دي مش متوفره ممكن الصينيه بتاعت التارت اللي هي الحروف بتاعتها مكشكشه. حطيت فيها كده شويه زيت ادهنها. نفردها بقى كده كويس كلها. انا حابه افكركم برضو بالبطاطس اللي احنا حطيناها دول، بطاطسيتين يعني حوالي كده نص كيلو بطاطس. بصوا هفضي نص كميه الصلصه واخلي بقيه الصلصه للبيتزا التانية. نفرد بقى كده الصلصه كويس. احنا مقدار الصلصه اللي احنا عملناه ده يكفي بيتزايتين، البيتزايه دي والتانية. بصوا في الاول خالص قبل ما احط حشو او اي حاجه فوق التوبينج بتاع الصلصه كده بحط رشه جبنه، بتديها طعم حلو وبتساعد ان يبقى فيها مطه كمان. بصوا الحشو ده بقى اي حاجه عندكم، فلفلايه، طماطمايه، شويه زيتون. يعني البيتزا بالذات اي بواقي عندكم في التلاجة اعملوها. يعني ممكن رشه جبنه ورشه فلفل ورشه زيتون كده حلوه قوي. يعني هي لحد كده هي كده تعتبر خلصت. انا هحط عليها بيبروني. حابين تضيفوا حاجه تاني اوكي، مش حابين برضو كده حلوه قوي. بصوا تاني بيتزاية برضو هنعملها، دي بقى هنعملها بالبطاطس المبشورة. البيتزاية هنحتاج فيها بطاطساية واحدة بس. بصوا مهمة قوي بعد ما بشرنا البطاطس كده اخدها بمصفى او بايدي كده واعصرها، ونحط اللي صفيناه هنا. ضفت عليها معلقة ونص صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل، وبيضة برضو هنضيف عليها برضو بيضة بس نضربها كده الاول. نضيفها بقى كده على البطاطس. وضفت عليها 4 معالق كبار مليانين دقيق. اخد الخليط ده بقى كده اعجنه بايدي كده. احلى واسرع واطعم بيتزا هتعملوها، وتعتبر برضو من الوصفات الموفرة اللي مش مكلفة، ولا هنستنى تخمر ولا عجينة ولا دبكة ولا اي حاجة. يعني من اهم مميزاتها كمان ان هي سريعة جدا. بس كده حلوة قوي. ناخدها بقى كده ونسويها على الطاسة. دهنت دهنة زيت كده في الطاسة، ونفرد كده البطاطس خالص في الطاسة. بقلبها بقى على الوش التاني. بعد ما قلبتها كده على الوش التاني بضيف برضو شوية زيت، وبنزلها بقى كده. بضيف عليها على طول بقى الصلصة. جبنة برضو في الأول، ورشة فلفل، ورشة زيتون. دي بقى نعملها بالبسطرمة. ببقى مغطية عليها النار برضو عشان مش عايزاها تاخد لون غامق من تحت. نضيف عليها بقى الجبنة فوق الوش. بصوا لو حابين تعملوها كلها على الطاسة أو لو مفيش فرن ممكن هو كده ونغطيها دقيقتين 3 كده على البخار، الجبنة هتسيح. دي طريقة. وممكن برضو ناخدها كده لو الفرن فيه شواية نحطها تحت الشواية برضو لحد الوش ما يسيح. البيتزاية طلعت معانا واستوت اهي. اخلص برضو الحروف بشويش بس كده عشان تبقى سهلة واحنا بنقلبها. نظبط الحروف كده عشان لو فيها جبنة لازقة ولا حاجة عشان لما نفكها تتفك معانا بسهولة.